سامعين القرمشه تحفه. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم عبير من أكلات بيرو. النهاردة هنقدم مع بعض طريقة عمل بغاشة. عندي من بواقي رمضان صراحة، عندي كم قطعة كده من الجلاش أو من عجينة السمبوسة. كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده وقلت ايه، قاعده كده ايه، عايزه اكل حاجه حلوه، حاجه مسكره خفيفه كده برضو في نفس الوقت. طلعت كده عجينه السمبوسه بتاعتي، وهنعملها كده زي ما بعض عملنا. ما اعرفش، انا سميتها بغاشه بصراحه، يعني طعمها حلو قوي قوي وبتقرمش كده وجميله زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو. هقسم كده القطعه بتاعت السمبوسه بتاعتي، عجينه السمبوسه كده بالورب، يعني هخليها ايه، عكس بعض، يعني هقسمها كده بالورب، يعني هخليها كده ايه، من الجنب كده حته عريضه، ومن تحت خالص حته كده ببوزه كده شويه، عشان تديني ايه شكل كده حلو، وتديني فراغ من جوه. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. هنقطع كمان واحده معاكم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هبرمها. الاول هحضر بقى ايه اللزقه اللي انا هلزقها بيها. معلقتين دقيق كده على معلقه من الميه، او معلقتين من الميه، عشان اعمل اللزقه بتاعتي، عشان ما تفكش مني وانا بقليها. بس كده بق ميه. هقلبهم كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان حتى ده اللزقه دي بنعمل بيها اللي هي السمبوسك، لما بعملها وبحشيها بلزقها بيها كده برضه. هاخد بقى قطعه الجلاشه كده والفها زي رول، قصدي قطعه عجينه السمبوسه، هلفها زي رول كده والزقها باللزقه اللي انا عملتها. على الحرف كده، والفها هتبقى بالشكل ايه، عامله زي الكرواسون كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هلف كمان واحده كده، شوفوها هلزق كده، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس والله طعمها كان جميل، طعمها تحفه. الطبق اصلا اساسا ما عادش كانك ايه، بتاكلي حاجه لذيذه كده، ما تشبعيش منها بجد يعني. بصي شكلها حلو ازاي. زودت الاضاءه عندي عشان تبان. نلف كده كام واحده مع بعض ونشوفوها. ممكن تلفيها على ايدك كمان، لو اسهل اسهل لك اعمليه، يعني الاسهل اعمليه. بس شكلها جميل ازاي، ده الشكل اللي انا عايزاه. نقطع كمان معاكم، هنكمل بقى الكميه كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالورب كده عملناها. عملت هي كميه حلوه كده، لان هي بتتاكل سخنه صراحه. مرضيش اعمل العجينه السمبوسه كلها اللي معايا. نروح بقى ايه على النار ونقليها في زيت حار، يعني طاسه كده فيها زيت، او بوله كده فيها زيت، يكون الزيت سخن. هنزل بقى كده بالصوابع بتاعتي كده دي، واول بقى ما تاخد لون اقلبها. هتشوفوا بقى شكلها دلوقتي جميله. خلي بالك علشان هي بتاخد لون بسرعه، لازم تقلبيها. لما تلاقي الزيت سخن قوي تروحي موطيه عليها عشان ما تتحرقش منك.
حطيت كده الكميه كلها، هقلبها كده زي ما انتم شايفين، خدت لون على طول، خفيفه قوي وبتقرمش وجميله بصراحه يعني. بص اللون بقى خطير وجميل. بصوا جمالها عامله ازاي. حطيتها بقى على ورق المناديل، وعندي هنا سكر وعليه قرفه حسب بقى الرغبه. ممكن تحطيه على السكر بقرفه اللي يحب القرفه طبعا، ممكن تحطيه على سكر ساده اللي يعجبك، ممكن تحطي عليها نوتيلا، ممكن تحطي عليها شوكولاته بيضه، ممكن تحطي عليها عسل، اللي انت عايزاه. انا عملت حبه كده بالسكر وعملت حبه بالسكر العادي من غير قرفه. ممكن تحطي عليها سكر بودر زيها زي لقمه القاضي اللي هي الزلابيه، اللي يعجبك. بصوا جميله ولونها خطير وبتقرمش وتحفه، جميله قوي قوي. ان شاء الله تعجبكم، جربوها كده وهتعجبكم جدا جدا، هتعجب الاولاد جدا كمان. بصراحه انا جربتها، عملت كده كميه صغننه كده زي ما انتم شايفين، بس الطبق ده اتنسف، والله العظيم الطبق اتنسف اصلا، ما قعدش يعني. يا دوبك انا دقتها كده، بصيت لقيتها ايه ده بقى اللي انت عاملاه ورينا كده، مش كانش عاجبهم، بس اتنسف، ما قعدش 5 دقايق بجد يعني، ما كملش. جميل جدا، يا ريتكم تجربوه، واللي عجبه الوصفه متنسانيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. وان شاء الله اشوفكم في وصفات تانية جديد. كان معاكم عبير من اكلات بيرو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا حبايبي، ومستنيه رايكم في التعليقات.